لو بتحبوا الكنافة البورمة وشايفين أسعارها بره بقت غالية جدا، فأنا جبتلكوا طريقة عملها في البيت بمنتهى السهولة. شايفين ازاي متماسكة وواخدة لون حلو ازاي، وطبعا ريحة الزبدة جبارة. كنافة بورمة مقرمشة وسكرها مظبوط بالشعر وبنص التكلفة بس اللي بتتباع بيها في المحلات. خلينا أول حاجة نعمل الشربات. هنحط 3 كوبايات سكر، وبنفس الكوباية هنحط كوبايتين مية وعصرة ليمونة، ونسيبهم على النار لحد ما يغلوا. بعد ما يغلي هنسيبه بالظبط من 5 ل7 دقايق على النار لحد ما القوام بتاعه يتقل. الكنافة البورمة بتحب الشربات يكون تقيل. وبعد ما يغلي ويكون قوامه شوية أتقل من قوام المية هنقفل عليه ونسيبه يبرد، وكده الشربات جاهز. هنجيب كيلو من الكنافة الطرح أو الكنافة المبرومة، هناخد منها خصلة ونفردها على ورقة الزبدة بالشكل ده، ونطبقها على بعضها بحيث ان يبقى طولها نفس طول ورقة الزبدة. انا هنا هعملها في صاج من الكبير، لكن لو الصينية بتاعتكم اصغر من الصاج طبعا بنقص الطول على مقاس الصينية بالظبط. هنحشيها بسوداني محمص او بفستق لو متوفر، ونبدأ ان احنا نلفها على بعضها ونبرمها كده بورقة الزبدة، ونخلي بالنا واحنا بنلفها نضغط عليها عشان تمسك في بعضها، ودي اسهل طريقة للف الكنافة البورمة. خليني اعمل معاكم واحدة كمان عشان تشوفوا الطريقة اكتر. ونخلي بالنا ان المكسرات ما تكونش مالحه. هنلفها كده بورق الزبده، وورق الزبده بيخلينا نحكم الكنافه اكتر وما تتفرفتش معانا. وده شكلها في الصاج بعد ما رصيناها. وعايزه اقول لكم كمان ان كل واحده بنحطها في الصاج لازم نزنق عليها بحاجه علشان الكنافه ما تفكش. دلوقتي هنشربها كلها بالسمنه، وما تقلقوش خالص من كميه السمنه، لان الكنافه بتشرب السمنه اللي على قد احتياجها بس، وبقيه السمنه بتطردها، فاحنا بنصفيها بعد كده بعد التسويه. بس لازم تكون واخده احتياجها من السمنه او الزبده كويس جدا. بعد كده هندخلها فرن سخن بمروحه على درجه حراره 180. هتقعد تقريبا تلت ساعه او 25 دقيقه، وهتطلع باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم طبعا قبل ما نشربها الشربات هنصفي منها السمنه الزياده، نسقيها بقى بالشربات اللي بيكون بارد عندنا، وبعد كده هنقطعها بسكينه حاميه ونقدمها في اطباق التقديم. جربوها بنفسكم وهتشوفوا فرق الطعم وفرق التوفير كمان. وما تنسوش تشيروها مع كل اصحابكم اللي بيحبوا الكنافه، واستنوني في وصفات تانية احلى واوفر.